أوهايو ميناسان يا أساطير، معكم مونكي دي عبد. أنمي ون بيس مليء بالشخصيات الأسطورية والقوية، ولكن هل تساءلتم عن أقوى 10 شخصيات في أنمي ون بيس؟ أنا سأعطيك ترتيبي الخاص، لذلك تابع الفيديو ولا تنسى الضغط على زر لايك وسبسكرايب. ولكن فيديو اليوم سيكون عن أول 5 شخصيات، أي من المركز 10 إلى المركز 5، وانتظروا الجزء الثاني لمعرفة التوب 5. يلا نبدأ. في المركز 10 بطل القصة مونكي دي لوفي. طبعا ليس تسليك، بل لأن لوفي من أقوى 10 شخصيات في ون بيس حاليا وبعد الجير الخامس. هناك العديد من التحولات في شخصية لوفي. أولا اكتسب الهاكي الملكي المتقدم، واستطاع أن يغلف ضرباته بالهاكي الملكي، واستطاع هزيمة ملك المئة وحش كايدو. لذلك لوفي يستحق هذا المركز بالتأكيد. في المركز 9 دراكولا ميهوك. من منا لا يعرف هذه الشخصية؟ ميهوك جيش بوحده، إنه ملك البحار اللامتوج، يبحر على يخت صغير لوحده دون خوف من أحد. ميهوك هو الشخصية الوحيدة التي استطاع أن يهزم رورون وزورو، والشخصية الوحيدة التي تقارع آكاغامين وشانكس حاليا. ميهوك من أقوى شخصيات ون بيس، وهو مستعمل للهاكي الملكي، وأيضا سجله خالي من أي هزيمة. في المركز 8 مصيبة هذه المرأة، البيج مام، أحد الشخصيات التي أكاد أخاف منها أنا شخصيا. هذه الشخصية على الرغم من كبر سنها إلا أنها لا تزال أحد أساطير البحار، ومن أقوى شخصيات ون بيس. هي أقوى امرأة في ون بيس، كيف لا وهي تمتلك الهاكي الملكي وهاكي التصلب وجسد ليس بإمكان حتى المتفجرات أن يؤثر عليها. البيج مام شخصية أسطورية تستحق هذا المركز. في المركز 7 الشخصية التي تبحث عن مكان لتموت فيه، ملك المئة وحش كايدو. بالتأكيد بإمكان كايدو أن يكون في المراتب القادمة، ولكن سنعطيه هذا المركز حاليا. كايدو هو أقوى مخلوق في العالم. هل تظنون عظمة هذا اللقب سهلة؟ لا، أقوى مخلوق في العالم، أي أنه أقوى من البشر والعمالقة وكل شيء. كايدو أحد أقوى شخصيات ون بيس على الإطلاق، وهو مستعمل الهاكي الملكي المتقدم ويغلف الضربات، وصاحب فاكهة السمكة الذي طورها إلى تنين، يستحقه بكل إنصاف. في المركز 7 ومن غيره آكاغامين وشانكس، الرجل الذي أبحر على سفينة روجر، ومن ثم استطاع أن يصبح يونكو بيد واحدة وبدون فاكهة شيطان. أيضا طاقم شانكس ما فيه أي مستخدم شيطان، حتى طاقم روجر كان فيه باقي. شانكس الآن هو من أقوى شخصيات ون بيس، وربما بما سيظهر للأمام قد يكون من التوب 5. أودا بنفسه صرح أن شانكس هو أقوى مستعمل للهاكي الملكي في القصة. شانكس هو الرجل الوحيد الذي لم يستطع ميهوك أن يهزمه، وأيضا قتالات شانكس مع ميهوك وصل صداها العالم كله. شانكس من أقوى شخصيات ون بيس، وسترون ذلك مستقبلا. في المركز 6 هذا الرجل أعتقد أني ظلمته في مركزه، سيلفر ريلي، ملك الظلام. ومعنى كلمة الظلام أو ملك الظلام في اسم سيلفر ريلي هو أنه يرسل أعدائه وخصومه إلى الموت، إلى الجحيم، إلى الظلام، إلى خلاص يعني سيموت لا محال. أي شخص سيواجه سيلفر ريلي سيموت. سيلفر ريلي في شبابه أقوى من العديد من الشخصيات، وحتى أقوى من شانكس وميهوك وكايدو والبيج مام. سيلفر ريلي أيضا بلا فاكهة شيطان، وهو أيضا سياف. وأعتقد أنه في لغز بين شخصية سيلفر ريلي ورورون وزورو. إذا ركزنا في الأمر فهناك نفس الندب على صدر ريلي موجود لدى زورو. لذلك أعتقد أن سيلفر ريلي كان يريد أن يصبح أقوى سياف في الماضي. ما رأيكم في هذه النظرية اللي مرقتها هكذا في الفيديو؟ اكتب لنا في التعليقات رأيك بها تحديدا هذه. وبس يا أساطير، إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية الفيديو. لا تنسى الضغط على زر لايك وسبسكرايب، وأيضا نتمنى منك مشاركة الفيديو لدعمنا بالاستمرار ونشر المزيد إن شاء الله. وإلى اللقاء في الجزء الثاني غدا أو بعد غد.